طبعا النهارده يوم التنظيف بتاعي الروتين. انا كل اسبوع بمسك السطح ده بنضفه من الالف للياء. تمام كده، بصوا شايفين السطح هيسر عدم ولا حبيب. طبعا انا مش هقدر اعمله كله النهارده، فهعمل الاولويه لان دخلت عند الفراخ البيضه هوريها لكم دلوقتي، لقيت عاملين كارثه. بصوا منظرها يعني فظيع. بصوا كابين الميه في الارض طبعا، والفرشه تحتهم مبلوله على الاخر. فكان لازم الاولويه ان انا انضف تحت الفراخ البيضه الاول. السطح ناشف كده كده، الفراخ مش هتبرد، انا بدخلهم في الاوضه بتاعتهم بس مطلعاهم يتهووا شويه. لكن دول بصوا الميه عامله ازاي، كابين الميه ومغرقين الدنيا. لازم اشيل الفرشه كلها لان هم اساسا اخدوا برد مني لان ما لحقتهمش، طلعت لقيت المنظر ده. فجمعت البيض هنا، قلت افطرهم وبعد كده اطلع اعمل بتاع ده السطح وتحت الفراخ. فاخدت البيض وفطرتهم طبعا، وبعد كده طلعت طبعا شفت اللي ورايا. انا بس يعني كان نفسي انضف كل السطح النهارده بس ما قدرتش. شايفين المنظر، الاوضه دي الاوضه اللي بحط فيها الفراخ. فطلعتهم بره يتهووا شويه وانضف تحت الطيور الصغيره، لان دول اهم برضو، هو والفراخ البيضه دول اهم حاجه دلوقتي عندي. لان الرومي معاه بط ومعاه وز، فمخلين الدنيا برضو مغرقين الدنيا ميه. انا حاطه الميه بره عشان ما يغرقوش الدنيا جوه بره، لان الرومي حساس جدا. يعني انا مات مني 3 كده. نضفت وفرشت طبعا. انا ما بخش بالعافيه جوه انضف العش، ضيقه طبعا بخش بالعافيه انضفها، فبرش النشاره بره من بره كده، لان ما بقدرش بصراحه اخش جوه تاني. انا فطست عقبال ما نضفتها. فنضفتها وحطيت لهم النشاره والدنيا تمام. الرومي ده يا جماعه ده طالع لي من تحت روميتين، والبط ده برضو طالع من تحت بطايه واحده كان تحتها 18 بيضه، طلعت 12 بس او 11. والباقي طبعا البيض طلع طبعا مش متخصب، او اللي ماتت جوه البيضه. ونفس القصه برضو الرومي. الوز ده بقى انا شاريه الجوز وهو لسه طالع من البيضه ب 400 جنيه. كان نفسي طبعا اجيب وز فجبته. طبعا الرومي ما بياكلش العلف غير لما اكون حاطه عليه بيض او ميه كده يكون رطب شويه. فبحط للرومي كده عشان ياكل، لان الرومي متدلع شويه. لكن اللي هو الوز والبط بحط لهم علف ناشف بياكلوا منه. حتى البط بياكل دلوقتي من العلف المبلول، مبلول بله بسيطه خالص عشان ياكلوه. الرومي ما بياكلش غير مبلول كده، فهو تعود على كده يعني. طبعا عندي رومية تالتة راقدة، بصراحة زعلتني لان هي ما طلعتش غير 2 لحد دلوقتي، والباقي كله تحتها كان بايظ. فهاخد الاتنين دول احضنهم بعيد في اي كرتونة وخلاص، عشان ما ينفعش احطهم مع دول، هيموتوا تحتهم اساسا، لان 3 ماتوا لوحديهم يعني كده من يعني الوز داس عليهم معرفش. المهم هنا بعمل الغدا، نزلت اعمل الغدا الاول. بصوا عندي بيض، ولا عندي البيض فطروا بيه، ما كانش عندي اي حاجه تانية ولا فيجيتار ولا اي حاجه، وكسلت انزل، ما عنديش وقت انزل اروح انزل اجيب اي حاجه. فقلت صرفي نفسك يا بت كده واعملي اي حاجه. طبعا العيال قالوا لي عايزين اجنحه، قلت لهم عز الطلب. طلعت كيس من الفراخ اللي انا مربياها، الفراخ دي اللي انا مربياها طبعا، انا ما بشتريش فراخ من بره خالص الحمد لله. فطلعت كيس اجنحه زي ما انتوا شايفين كده. انا كل حاجه بقسمها لوحدها، الاجنحه لوحدها، الكبده لوحدها، الوراك لوحدها. لما بعوز بطلع بالكيس كده واعمل. فالعيال لما طلبوا مني اجنحه طلعت لهم كيس، وقلت ايه اغديهم بيهم. فحطيت بقى شويه توم باودر على بصل باودر على شويه حاجات كده، وتبلتهم بشويه دقيق وعملتهم وقليتهم، والحمد لله. اقول لكم بقى انا بعمل ايه بمكسب الدوره بتاعتي بتاعت الفراخ البيضاء. طبعا المكسب بتاعي باخده، عامله جمعيه في الشهر ب1000 جنيه تمام كده. فباخد كل شهر 1000 جنيه واحطها، يعني مثلا ممكن اقبضها الاول، ممكن اقبضها الخامس، على حسب ما انا ايه عايزه، او حسب ما يكون الناس محتاجه. يعني لو مثلا واحده عايزه تجيب حاجه فبنستثني يعني، ما بنقفش في الحته دي. المهم ان انا عامله بيهم جمعيه. ف يعني لو احتجت حاجه، يعني دلوقتي محتاجه غساله عشان الغساله اللي عندي باظت، يعني هقبض وهكمل عليها واجيب غساله. هنا بقى خليت الزيت يسخن، وحطيت الفراخ اللي هو الاجنحه. وبص شكلها حلو ازاي وذهبي وشكلها تحفه يعني. ولا الشيف الشربيني بجلاله قدره يعني بصراحه. غطينا عليه شويه اجنحه من غير اي حاجه، ولا فيجيتار ولا بيض، وقالت لا يعني. وشويه رز، والغدا الحمد لله ايه كده خلص، عشان نطلع اكمل بقى فوق اللي ورايا بقى.
لان على السريع كده يعني. الاكله دي ما اخدتش معايا ساعه، ما كملتش ساعه ولا نص ساعه حتى. شويه الرز عملتهم الاول وبعد كده عملت شويه الفراخ والحمد لله. المهم اكمل لكم حكايه الجمعيه. انا باخد الفلوس المكسب بتاعي واعمل بيها جمعيه. ولو في طبعا الفراخ اللي بره عايزه مصاريف قد كده طبعا، الفراخ البلدي والارانب والحاجات دي، فكله برضو ايه بيصرف على كله. انا شغاله على كده، كله بيصرف على كله علشان ايه ما تزنقش في الاخر. وبرضو ببقى عامله جمعيه كده عشان يبقى معايا فلوس يعني. فلوسك بس بصراحه للامانه فلوس الجمعيه بتاعت اخر مره جبت بيها الفراخ دي، الفراخ البيضه اللي انا بربيها فوق السطح دلوقتي. طبعا بصوا بقى، بصوا الجمال. طبعا طلعت الاجنحه وحطيت عليها شويه فلفل كده، ما كانش عندي غير قرن فلفل واحد وحطيته عليهم وشويه رز. بص ابني بقى عطيته جناح، بص عمل في العظم ايه من حلاوتها. طبعا انا كنت هلطم واصوت واقول يعني انا كل يوم بوكلكم فراخ، بس قلت بقى ده من حلاوه الاكل يعني، حبينا نضحك على نفسنا. هنا دي اوضه الارانب، المكان اللي بربي فيه الارانب. اللمبه بقى عامله شغل بقى. بصوا في ارنبه والده العرسه بطلت تخش عندهم من ساعه ما حطيت اللمبه دي. في ارنبه هي كانت والده 3 بس، هي طبيعتها كده دي بقى، والده 3 بس، واحد مات وفضل 2 اهم. فانا كل يوم بطلع اطمن عليهم ان هم موجودين مكانهم ولا لا. وناتفه شعر كتير قوي على الاتنين دول. وبصوا عامله ايه، جايبه تراب كتير قوي وحطه لهم عشان ايه، قال هي ايه بتحافظ عليهم. طبعا انا ما لحقتش انضف اوضه الارانب، كنت عايزه انضفها طبعا. بصوا انا حاطه ليه بقى الطشت ده وحاطه فيه رمله، لان السطح بيعدم من الارانب. فالارانب هنا بتعمل حمام في الرمله دي. فبصراحه حاميين للسطح، حمام ميه مش حمام براز، حمام ميه. طبعا السطح عايز ازاله يعني. بصوا معفن معفن. هنا نضفت بقى تحت الفراخ وقعدت اتامل شويه في الايام اللي انا فيها، وقلت شراء العبد ولا تربيته، انا تعبت. ونزلت بقى يا اختي اخدت بنادول واخدت ودهنت فولتارين واتلقحت على السرير، والحمد لله على